في مشكلة كبيرة منتشرة في قارة أفريقيا وهي عمالة الأطفال. إيه الدليل على الكلام ده؟ إن ما بين كل 5 أطفال في طفل بيشتغل. طيب ليه منتشرة الظاهرة دي؟ بسبب معدلات الفقر وعدم الاستقرار السياسي وانخفاض معدل القيد بالتعليم. طبعا التلاتة دول لما بيتوفروا الولاد على طول بيضطروا إن هم يشتغلوا في سن صغير. أكتر الدول عالميا وأفريقيا في عمالة الأطفال هي أريتريا، الصومال، والكونغو الديمقراطية. هل الظاهرة دي هتتساب كده من غير حل؟ لا، الاتحاد الأفريقي بيحاول دايما للحد من ظاهرة عمالة الأطفال عن طريق إقرار إلزامية التعليم الأساسي، إن المرحلة دي لازم كل الولاد يمروا بيها ويتعلموها. والنقطة التانية بالنسبة لإعادة السن يلتزم ببرامج محو الأمية وكمان التوعية بمخاطر عمالة الأطفال فتقل الظاهرة دي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. والكونغو الديمقراطية وإريتريا ويا الصومال دول أعلى 3 دول إفريقيا وعالميا في العاملة بين الأطفال. وإفريقيا تعتبر الأعلى في العاملة بين الأطفال، ودليلنا في طفل بيعمل من بين كل 5 أطفال. وفي أفريقيا ليه منتشرة العاملة بين الأطفال لارتفاع معدل الفقر ومفيش استقرار سياسي وانخفاض معدل القيد في التعليم بين الأطفال. ودور اتحاد أفريقيا للحد من الظاهرة إلزامية تعليم أساسي وبرامج محو الأمية وتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.